السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. ساعات كتيرة واحنا بنرسم على تطبيق أدوبي إلستريتور على البي سي بنلاحظ إن في أشكال مش بقدر إن أنا أرسمها، خصوصا إن أنا ممكن مكونش أصلا متعود على الرسم أو هكذا. فأنا جايب لك موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. بمجرد ما بترسم الرسمة بتاعتك بالشكل اللي هو رسم مكسر كده، كل اللي عليك إنك أنت بتخش على الموقع وبتختار أداة أوتو درو وتبتدي ترسم أي شكل بيجي في دماغك. مثلا أنا هنا عايز ارسم شكل السلحفة، ولكن انا مش بعرف ارسمها بالظبط. فاقرب شكل في دماغي هبتدي ان انا ارسمه. طبعا مش هيجي احسن حاجة، لكن هو بيوفر لك فوق الاشكال القريبة من الحاجة اللي انت رسمتها. اكيد بنسبة 90% هتلاقي الشكل اللي انت رسمته، خصوصا لو انت مقرب قوي من الشكل حتى لو مش احسن حاجة. فانا لقيت الشكل ده في الاخر، هقدر ان انا بعد ما اتفق عليه احدد عليه وابتدي ان انا اغير اللون بتاعه لو انا حابب. واقدر كمان ان انا اجي من الثلاث خطوط من هنا واعمل داونلود عندي على البي سي. واقدر كمان ان انا اجي على ادبي الستريتور وافتح فايل واجيب الصورة اللي انا لسه عاملها دي، وابتدي بقى مرحلة التعديل وتغيير الالوان واوظفها على حسب الفكرة اللي عندي. اني مثلا ارسم شكل كمان وهو شكل النضارة، فاقرب شكل هيجي في دماغي ارسم دايرتين، ارسم خط في النص وخطين على الاجناب. هيظهر لي من فوق اشكال كتيرة للنضارات، اقدر ان انا اخد اي شكل منهم. طبعا تقدر انك انت تمسح اي شكل بتحدد عليه وتمسحه. تقدر تحدد على أي شكل وتغير اللون بتاعه بشكل سهل جدا، تحفظه عندك وتستخدمه على أدوبي إلستريتور عادي جدا، أدوبي فوتوشوب زي ما أنت ما حابب. يعني المهم إن الرسمة بتاعتك طلعت بشكل احترافي أكتر. تقدر كمان إنك أنت تتعمق في الموقع ده وترسم أشكال صعبة كمان، وهو هيساعدك لأن هو بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. فنسبة إن يجيب لك الرسمة بتاعتك نسبة كبيرة جدا. بس كده، ده كان موضوع خفيف. أنا يحيى الشافعي بنزل محتوى بشكل يومي عن التصوير وتصميم الجرافيك. بقدم لك مواضيع تكون سهلة وبسيطة في كل حلقة، عشان إن شاء الله نركز على موضوع معين أنت تستفاد. أتمنى إنك أنت تعمل لي لايك وكومنت على الفيديو ده. أنا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.